السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر وحمد ليك يا رب، ألف شكر يا رب. بجد الواحد السعادة مالية قلبه ونفسه ينزل يسجد على الأرض. السيسي النهاردة في حوار ليه في مجلة جون أفريك الفرنسية أكد إن مصر قدامها من 20 ل 25 سنة عشان تبقى ديمقراطية. هانت يا ولاد، ربع قرن تاني بس إن شاء الله عشان نبقى على طريق الديمقراطية. ربع قرن يعني 6 دورات رئاسية تانية، والديمقراطية دي تبقى عند أحفادكم إن شاء الله. يعني إياكم كلب يفتح بقه ويقول لي ديمقراطية لحد ما أموت. شوف، لحد ما أموت وتدفنوني مفيش ديمقراطية، مفيش انتخابات رئاسية بجد، مفيش برلمان بجد، مفيش دستور بجد، لأن في إرهاب. إحنا أدينا بنمثل مع بعضينا إن الحاجات دي موجودة لحد ما أشبع من الحكم، وبعدين اولعوا بقى بعد ما أموت. لسه المشوار طويل قوي عليكم لحد ما يبقى فيه ديمقراطية. دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي بتتقال للناس النظيفة اللي بره اللي السيسي بيعمل معاهم لقاءات. أما احنا كشعب فدينا بنمثل زي ما بنمثل بقالنا أكتر من 60 سنة في مسرحية مش عايزة تنتهي. محدش كذب عليك، احنا اللي بنكذب على نفسينا. محدش جه عسكري في البلد دي قال لك إن في ديمقراطية. من أول عبد الناصر صاحب ركلة البداية للحكم العسكري لحد ما وصلنا لقاع القاع في هذا الحكم، كلهم قالوا لك بأعلى صوت مفيش ديمقراطية. بعد ما نقضي على الإرهاب بقى إن شاء الله. سنقضي على الإرهاب، وسنقضي على الغدر، وسنقضي على هذه الوسائل البغيضة التي لا تسمح بوجود الديمقراطية. وعند هذا يا إخواني سنقيم في هذا الوطن كما وعدناكم ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية سليمة. أنا لا أفهم مطلقا أن تقوم في هذا الوطن ديمقراطية وفيها إرهاب، وفيها تنظيمات سرية، وفيها رصاص يوجه إلى المواطنين باسم الدين وباسم الإسلام، باسم الخداع وباسم التضليل. لما نقضي على كل ده ان شاء الله نبقى نعمل ديمقراطيه. هو مات عبد الناصر من غير ما يقضي على كل ده، وطبعا ما جاتش الديمقراطيه. ايه اتفاجئت؟ دي مشكلتك مش مشكلته، ولا مشكله الحكم العسكري. ما فيش حاجه جديده. مصر في نفس الحلزونه دي من ايام عبد الناصر، نفس الجمل حتى بتاعت الاكل والشرب والاقتصاد. بس احنا اللي مش شايفين، او عايزين نعمل نفسينا مش شايفين. كنا النهارده بنشرب شاي 7 ايام، نشرب 5 ايام لغايه ما نبني بلدنا. ان شاء الله ما ناكلش، ان شاء الله ما ناكلش، ونبني بلدنا. اذا كنا بنشرب قهوه 7 ايام نشرب 4 ايام. اذا كنا بناكل لحمه 4 ايام ناكل لحمه 3 ايام. احنا كمان عايزين نضغط على نفسينا اكتر. طب تقول الظروف دلوقتي صعبه، عايز ضغط اكتر من كده؟ ما انا ما عنديش خيار غير كده، ان احنا نضغط على نفسينا ونبني بلدنا. بننزل الشاي شويه، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات، ونحافظ على استقلالنا والا نضيع استقلالنا خالص. كده اي حاجه سهله. مش هناكل ما ناكلش، هنجوع يعني نجوع، ايه المشكله يعني؟ لكن بلدنا بسلام وامان. زي ما حضرتك سمعت مفيش اي حاجه بتتغير، الوضع بيزداد سوء وسواد. بدل 4 مرات لحمه بقت نجوع. عبد الناصر هو السيسي، والسيسي هو عبد الناصر بس اسوأ. ويمكن ربنا جاب السيسي عشان عباد عبد الناصر والعياذ بالله يفوقوا. واذا كان في عذر ان عبد الناصر يلبسنا الاونطه من 60 سنه، فايه عذرك دلوقتي وانت بتشوف نفس الفيلم بيتكرر بس بتفاصيل اقدر؟ حاجه كده من عينه ان سيسيك بيقول لك ان نتنياهو زعيم جبار يمكنه تطوير العالم. اي والله قال كده. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.